السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة أنا مش هطول عليكم، بس فعلا كنت محتاجة أقول الحاجة دي، لأن الموضوع بقى صعب. بقينا وحشين جدا مع بعض، بقينا بنتصيد لبعض الأخطاء، بقينا بنستنى نشوف مين اللي هيتصرف تصرف مثلا مش عاجبنا عشان نلحق ننقده. وحتى لو ما عملش حاجة مش عاجبانا، لو لابس لبس أصلا هو مش جاي على هوانا فاحنا هنبدأ برضه ننقده. لا، احنا يا جماعة يعني اساس ديننا تعاليمنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان تبسمك في وجه اخيك صدقة. بتقول ان الكلمة الطيبة صدقة. في فن جميل قوي اسمه فن جبر الخواطر. المشكلة ان احنا طول الوقت نجبر بخاطر بعض، نضحك في وش بعض. عايزة اقول لكم الموضوع ده يفرق معانا كتير جدا، هيفرق في نفسيتنا كتير جدا. الشخص اللي على طول بيقولك كلام كويس، على طول بيضحك في وشك، هو ده الشخص اللي هتبقي حابة على طول تشوفيه. يعني في ناس بتزعل وتقولك بقى ايه، ده فلانه ما بتتصلش بيا غير كل فين وفين، ده ما بتعبرنيش، مع انها بقى ما حدش يقول لي مشغوله، دي لسه مكلمه فلانه وفلانه واشمعنى جت عليا انا. فتشف نفسك، انت اكيد كل ما تتصل بيكي بتضايقيها، بتحرقي دمها، بتقولي لها كلام يوترها ويضايقها، فهي بتعتذرك عشان تريح دماغها. اظن ان كلنا بنتعرض لنفس المواقف. بنلاقي بقى ايه، نيجي نتكلم مع فلانه، تقعد بقى ايه، تقول لك كل الحاجات السلبيه اللي فيك، تقعد تنتقدك، تقعد تطلع فيكي القطط الفطسانه زي ما بيقولوا. فالموضوع طبعا اللي هو ببساطه، لا خلاص انا مش عايزه اكلمك تاني. بس لو انت من الدايره المقربه فانا مضطره اكلمك، هكلمك هسلم عليكي والموضوع انتهى، وهيبقى كل فتره، علشان خاطر ما اوترش نفسي وما اوترش اعصابي. نكبر بخاطر بعض. لما تكوني رايحه الجامعه وصاحبتك جايه، يا بنوته يا صغنونه انتي، ما تقولي لهاش مثلا الطقم ده عليكي وحش، او انت عامله تسريحه شعرك كده دي مخليها شكلك وحش جدا. انت لو عايزه مثلا ايه، يعني خايفه عليها وبتقولي ده انا عايزه شكلها بس يبقى حلو ومش قصدك الانتقاد او ان انت مثلا تضايقيها، فانت ممكن تجيبيها لها بشكل تاني. الله، تسريحه شعرك دي حلوه قوي، بس انت عارفه بقى ايه، لو كانت اترفعت كده شويه، او الحجاب اللي انت لابساه ده جميل جدا، بس انت عارفه بقى ان اللون الفلاني كان هيبقى عليكي اشيك. يا سلام، بس الطقم اللي انت لابساه تحفه. يعني لازم كده الطريقة والأسلوب يبقوا كويسين. لازم كل زوج كده وهو قاعد في البيت يعني يقول بقى لمراته، الله ايه الجمال ده، ايه سريحة الشعر الحلوة دي، ايه الترنج الجميل ده. طب هي ولا بتلبس ترنج جميل ولا بتسرح شعرها ولا ما اروحش كده خبط لزق واقول لها ايه، ايه يا بنتي انت طول النهار ريحتك بصل ونكشلي شعرك وي وي وي. لا، جرب كده تجيب لها كام توكه شكلهم شيك، ولا تجيب ترنج كده شكله جميل، تقول لها الله بصي انا دول عجبوني قوي وشفتهم هيبقوا يجننوا عليكي. الاسلوب بيفرق، الاسلوب بيخلي الشخص يعمل الحاجه وهو مبسوط وسعيد. نخلينا دايما يعني الناس الكويسة في حياة أي حد، نخلينا دايما الشخص اللي بيبقوا عايزين يكلمونا ويجروا عليه، بلاش نبقى احنا الشخص اللي بيهربوا منه. بلاش نبقى اللي هو مجرد ما نمشي يقولوا بقى ايه، ياه الحمد لله اهو غار وارتاح، او خلصنا منها. يا جماعة، خلينا فارقين في حياة بعض، خلينا ندعم بعض ونسند بعض، بلاش نبقى احنا السبب في ان احنا نهد بعض، بلاش الانتقاد السلبي على طول. يا رب كلنا نفضل دايما في خير وصحة وسعادة.